اللهم آتنا في الدنيا حسنة يا رب قاري دنيا نوخن دنيا قاري نوخن بادا جارتي قاريبا وفي الآخرة حسنة آخرت قاري نوخن جنة فول ربي أركوفا وقنا عذاب النار عذابي بالدران ايولي متفق عليه متفق عليه تندعي عامي جانين تلتو دنيا هندفت آخرة هندفت بالدران قيباتي زاد مسلم في روايته مسلم أمو رواية ساخي ستنيدي وكان أنس بن مالك نته إذا أراد أن يدعو خرجوا يوقفني بدعوة كناتك خرجوا يوقفني آتنا ربنا دان كدتا وإذا أراد أن يدعو بدعاء خداه الدو خرجوا يوقفني أمو دعا بها فيه أما اللي ربنا آتنا تنازل تيدا جالا يدعي تكبيتشا خرجوا فني ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يدعي هدو خرجوا فني أنا في هدو سن كيف تدرانا بسو ربنا آتنا في الدنيا تميدا جا آية وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رسولين كان يقول خنجوته اللهم إني أسألك الهدى يا رب قجلهم سقد الدلالة الموصلة إلى طريق الحق جان والتقى صدادام سقد يا رب الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستداد اليوم من رهيل جاني صداتات سقد يا رب والعفاف عن المهارم وخوارم المروءة جانين حرام الراتي فمو والناموس نمج أبصر راتي فمو سخنا والغنى در ما لبوت سخنا رواه مسلمي قبض بن جبانا وأن طارق بن أشيم رضي الله عنه قال طارق بن هشيم يجيبه أشيم هيا طارق بن أشيم الراهين وديسا كان الرجل قربانته إذا أسلم وقوني في أمانته علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة صرب نبي محمد صلاة مبرسيسا نمني أقوى أمنتي والنتيانو صلاة مشانا يجو ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات ثم أمر دوبني أججا كلمة وان كان الرب خرجت أججا اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي يا رب دي فمنا قولي وارحمني يا رب ناتولي واهدني يا رب ندوم سقاجيلو خنرتي وعافني بلا دنيا آخرة رانا قيانا قولي وارزقني رزق الأرواح والأشباه رزقي قاماتي في تروه رزقي قاما نياتا دقاتينا تروه علمينا خنانا دي انسجا وفي رواية له قري روايات مو طارق أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم كلام رسول دقه وأتاه رجل حال قربان تقتل فين دقه وقال يا رسول الله نجا قربان يا إرقان ربي كيف أقول أكمين جا أنا أسأل ربي وقال ربي خي خطن ميكم جيتين كدا قال قل اللهم اغفر لي يا ربي بدي بل ليساني فمنا قوني وارحمني وعافني وارحمني يا رب ناطلي وعافني نقينا باسي وارزقني رزق روحك أمانة ديانسي فإن هؤلاء دعاء وانكني تجمع لك سيفي ولك ابديابو دنياك وآخرتك خير دنيا آخرات ديسي ولك ابدي وعن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما قال عبد الله بن عمرو بن العاص مالجا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول النجي اللهم مصرف القلوب يا غرق قلتا قلبي لا إيمانا كفري الدو صرف قلوبنا على طاعتك قلبي خين غرق قلتي طاعة خين يا ربي غرق قلتي
طاعة ربي رتججها نتربي قالي ساقطوها. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مالجا تعوذوا بالله برب مغن فدا من جهد البلاء تنكين سند قبور رب مغن فدا ودرك الشقاء غوغوغني قلبي خيسند قبور رب مغن فدا وسوء القضاء فردي همتور رب مغن فدا وشماتة الأعداء عدوي نامن خيسن سنقمدوا رب مغن فدا متفق عليه متفق عليه دعاء أجائباتي جاء وفي رواية غري رواية مو قال سفيان نجيمو أشك أني زدت أشكني شكا أني زدت أنني ديدان شكا واحدة منها أفران كان الراتكنا إيدي وتلك الزيادات وشماتة الأعداء فادا وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رسول عجون دقائق كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رسول كنجوته اللهم أصلح لي يا ربنا تولكي ديني دينك يا ناتولكي قبل ما ناغوني الذي هو عصمة أمري تخا دينك يا تخا هجيك يا تخا أمريك يا خطيغنا يا ربنا تولكي والرعادة ديسي شركي ديسي وان هنجر هند ديسي دين مدلقنا قول وأصلح لي دنياك يا ربنا تولكي التي فيها معاشي خجرونك يا خيزت دين دنياتي يا ناتل دنيا حلال نناكس حلال ندليسيس حرام نلقجا وأصلح لي آخرتي وأصلي لي آخرتي آخران اتقالنا تولكي التي فيها معادي خديبينك يا يسير التوسنا تولكي والرشهادا توحيدا نكونا غوري وجعل الحياة زيادة لي وجعل الحياة زيادة لي جتشو جروحنا ديرتونا غوني في كل خير وان خير جرتو وان تلتون جرتون جرونا ديريسي وجعل الموت راحة لي وجعل الموت دوامو بوقنا قامانا غوني من كل شر همتو الدمتو همتو جرتورا دعاء نبوك أجيس دعاء نبوك أجيس رواه مسلمي كما سبحان الله أيه هنا